هل فعلا انا كنت شاطر في تانية ثانوي؟ وهل ده فرق معايا او اثر حتى على نتيجتي في ثالثه ثانوي؟ هقول لكم دلوقتي على اهم الحاجات اللي لازم تطلع بيهم من تانية ثانوي علشان ما تندمش عليهم في ثالثه ثانوي. بس عشان ما اكذبش عليكم واطمن برضو بتوع ثالثه، ما تقلقوش كل حاجه بتتعاد تاني وبالتفصيل. بس انا طالع اكلم واحد عايز يحس فعلا انه فارق عن صحابه، ما يحسش ابدا انه متاخر او كان في حاجه معينه كان لازم يركز عليها في تانية ثانوي بس ما حدش نصحه، او حتى يحس انه متاخر في حاجه. ازيكم؟ انا كيرو، ودي اهم 5 حاجات لازم تطلع بيهم من تانية ثانوي. يلا بينا. اول نقطه حابب اتكلم معاكم فيها بالتفصيل وهي اتعلم ازاي تذاكر صح اساسا، واربع نقط لاهم 4 مواد عندك في منهجك في تانية ثانوي وصدقني جايين في امتحان ثالثه ثانوي. اولا اتعلم ازاي تتعلم. صدقني من اهم الحاجات اللي لازم تطلع بيهم من تانية ثانوي هي انك تكون بتعرف تذاكر كويس اساسا. ما ينفعش تضيع منك اول شهر في ثانويه عامه في انك داخل على تجربه جديده اسمها مذاكره. ايه ده يا اخويا؟ لا يكونش دي المذاكره اللي بيقولوا عليها؟ وعشان تعمل كده دي شامله الوقت والمكان والطريقه. الوقت عايزك تجرب تذاكر في كذا فتره من اليوم وتعرف احسن فتره انت بتحصل فيها على كميه كبيره جدا من المذاكره. اقول لكم مثلا، انا بالنسبه لي عارف ان انا من الساعه 9 للساعه 2 ومن الساعه 5 للساعه 10 دي احسن فترتين بذاكر فيهم. ومش بس كده، انا كمان عارف ان انا من بعد الساعه 11 بالليل مفيش ربع معلومه هتدخل دماغي. والوقت ده بيتغير من شخص لشخص، مش لازم يعني كلنا عشان نذاكر نصحى الساعه 6 الفجر. وقت انا هكسب وقتي ولازم ابدا افوق. المكان من وانت في تانية ظبط لك مكان بتستريح فيه للمذاكره. مش متوفر اوضه ترابيزه، مش متوفر سناده، اي حاجه، المهم حته تكون بعيد عن التلفزيون وبعيد عن السرير واكيد الموبايل. عايزك تظبط لك مكان اول ما بتقعد عليه بتدخل على طول في مود المذاكره. الطريقه مش كلنا بنفهم بنفس الطريقه، اكتشف طريقتك. في ناس مثلا عشان تذاكر بتحب تتفرج على الشرح، تحب تتفرج على صور توضيحيه وفيديوهات وكده. في ناس تانية لا، بتحب تسمع، بحب اسمع الشرح، بحب اسمع نفسي الكلام اللي بقراه، بحب اذاكر في هدوء. في ناس تانية تقول لك لا انا بحب اكتب وارسم واشخبط واخطط. تقعد تجرب طرق مختلفه كتير قوي للمذاكره علشان تكتشف احسن طريقه مناسبه ليك. ندخل بقى على اهم الحاجات في منهجك واللي لازم تركز عليها، ولو تعرف اي حد في تانية ثانوي لازم تفوقه وتقول له على النقط دي. 1. العربي. صدقني انا لو قعدت من هنا لبكره الصبح بقول لك على كميه الحاجات اللي هتجيلك في امتحان اخر السنه من منهج تانية ثانوي مش هخلص. نحو، بلاغه، وقراءه ونصوص. اقول لك حاجه، انت طبعا عارف منهج ثالثه ثانوي في النحو. هتقول لي ايه ده؟ لا طبعا ما اعرفوش. هقول لك لا يا بابا انت بتاخده دلوقتي. عارف نحو ثالثه ثانوي ده عباره عن ايه؟ عباره عن منهج ثانيه ثانوي زائد جزء كده جديد في ثالثه. اقول لك بقى تستغل الموضوع ده ازاي، وانا كنت بعمل ايه لما كنت شبهك في ثانيه ثانوي. انا كنت عامل كراسه للنحو فقط، بكتب فيها قواعد النحو ودروس النحو الجديده بالتفصيل وامثله كمان للاعرابات. وصدقني الكراسه دي انا رجعت لها كتير قوي في ثالثه ثانوي. لو هتاخد نصيحه واحده بس من الفيديو، اتمنى تكون ان انت تعمل كراسه نحو. البلاغه تشبيه بقى واستعاره والحاجات دي، على قد ما هي حاجات سهله وتافهه لكن للاسف تاسيسها كله بيبقى تانية ثانوي. القراءه والنصوص، طبعا المواضيع نفسها ملهاش اي لازمه، لكن من اكبر المشاكل اللي هتواجهك في ثالثه ثانوي هي انك بتنقص كتير في القراءه والنصوص. ودي يا صديقي ليها حل واحد بس، هي انك تحل كتير. ومع الحل كتير هتكتشف ان قطع القراءه والنصوص دي عباره عن قوالب معينه ليها طريقه معينه في الحل، والطريقه دي عشان توصل لها محتاج انك تحل كتير جدا، ومفيش احلى من انك تبدا من تانية ثانوي. ولو انت ثالثه ما تقلقش، في مراجعات نازله على النت وببلاش، شرح تفصيلي وملخصات لتانية ثانوي من مستر رضا الفاروق ومحمد صلاح، ممتازين جدا. اللغه الثانيه، هتلاقي نوعين من طلاب ثانويه عامه في التعامل مع اللغه الثانيه. واحد كان شاربها من تانية ثانوي وكان بيضيع فيها وقت كبير جدا علشان يتاسس صح، وكمان مع الضغط في ثالثه انت ممكن تيجي شويه على اللغه الثانيه علشان بقى تركز في المواد الثقيله بقى شبه الكيمياء والفيزياء والحاجات دي. فهو ادى لنفسه مساحه لان هو متاسس كويس في تانية ثانوي انه يجي عليها شويه. اما واحد تاني هو ما كانش عارف اساسا هو داخل فرنساوي ولا ايطالي، وده بقى في ثالثه ثانوي اللغه الثانيه بتبقى عامله له ازمه مع انها تافهه. وارجع اقول لك لو انت في ثالثه ثانوي ما تقلقش، كل حاجه بتتعاد تاني وكل حاجه ليها فرصه ثانيه، لكن انت لو في تانية ثانوي ما تدخلش نفسك بقى في الحوارات دي. وندخل على الماده الثالثه، الانجليزي، جرامر وكلمات. ارجوك تاسس صح في الجرامر لانه مدخل كبير قوي لثالثه، وزيه زي العربي منهجه كله بيتكرر تاني، وده بقى بالذات لو ما تاسستش فيه صح هيأخرك عن صحابك بالذات في البدايه، عقبال بقى ما تفهم طريقه مذاكرته ونظام فيه وتبقى لبلب. الكلمات مهمه جدا، جمع كلمات على قد ما تقدر، لان للاسف منهج الانجليزي فيه كلمات كتيره جدا في ثالثه ثانوي، فانت لو معاك حصيله من الكلمات انت اخدها من ثانيه ثانوي صدقني هيفرق معاك جامد. الماده الرابعه، الغاليه، الكيمياء. عارف بقى معادلات الكيمياء بقى والبريودك تيبل اللي انت عمال تاخد فيه، بالذات المعادلات في ثالثه ثانوي في شابتر 2 بالذات انت هتنام على المعادلات. وعايز اقول لك انا فاكر اول 12 فيديو عندي في ثالثه ثانوي كان المستر اخدهم من فيديوهات ثانيه ثانوي.
ثانوي، حتى ما عدلش عليهم ولا اي حاجه، قعدنا نتفرج على فيديوهات تانية ثانوي. الكيمياء حبها من وانت في تانية ثانوي، بس دي مش علشان هيجي لك منها كتير في امتحان ثالثه ثانوي، لكن لا، منهج تانية ثانوي هو مدخل كبير قوي لمنهج ثالثه. ما ينفعش تبدا ثالثه من غير ما تبقى عارف منهج تانية، ودول اهم 4 مواد عندك: العربي والانجليزي واللغه الثانيه والكيمياء. برضه هقول لك كام حاجه على المواد الثانيه. الاحياء ما تقلقش، المنهج مختلف. الفيزياء ما تقلقش برضه، المنهج ملوش علاقه بثانيه، بس لازم تتدرب في الفيزياء بتاعت ثانيه ثانوي انك ازاي تحل بسرعه وكده، يعني تتاسس صح وتعرف تستخدم قوانين وتعويض وحاجات كده. الماس او الرياضه اكيد مهم وبيتكرر تاني، بس انا مش هفتي. وبرضه مواد الادبي هتلاقي فيها حاجات مهمه، بس انا مش عارف. فيدوا بعض انتوا بقى في الكومنتات تحت. وبس كده يا دفعه ثانيه ثانوي ويا حد من ثالثه ثانوي لو بتتفرج، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك على الفيديو، لان انتوا عارفين انا دلوقتي مضغوط شويه في الكليه، فبيحفزني جدا كلامكم. اشوفكم في الفيديو الجاي واشوفكم احسن ناس في الدنيا. باي باي. شكرا على كل كومنتاتكم، بقراها كلها.